السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لعب المنتخب المغربي للشباب أمام منتخب نيجيريا للشباب في كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة بمصر. وكما رأيتم جميعا، منتخب دون المستوى، منتخب يجتمع فيه فقط اللاعبين الذين دون المستوى. هناك لاعبون قلال بالدارجة، قلال اللي عندهم مستوى مزيان، ما تبقى ديال اللاعبين دون المستوى، مدرب دون المستوى، أداء دون المستوى. بهذا اللعب لن نطمح أن نصل إلى أدوار نهائية، ولن نطمح أن نصل إلى كأس العالم، وبدون هدف. حتى لو وصلنا لكأس العالم لن يكون هناك أي إنجاز، لأن منتخب ضعيف جدا. سنتشوه بكأس العالم، ستصبح هناك شوهة كبيرة في كأس العالم. منتخب فاشل لا يستحق التأهل، منتخب فاشل لا يستحق أن يمثل المغاربة أو المغرب. أتمنى تغيير هذا المدرب، وأتمنى من كل قلبي أن يعوضه مدرب ذو إمكانيات كبيرة كطارق السكتيوي مثلا، لأن مدرب دون المستوى ولم يبين لنا خلال مدة تدريبه لهذا المنتخب من تقريبا 3 سنوات الآن. مدرب فاشل جدا. أتمنى من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن يغير هذا المدرب، أو أن يتفضل هذا المدرب مشكورا بتقديم استقالته، لأنه مدرب دون المستوى، لا يستحق تدريب منتخب وطني. يمكن أن يدرب فريق، يمكن أن يدرب أما الفريق ما، لكن لن يدرب منتخب وطني، لأن منتخب وطني يجب أن تكون لديك كفاءة عالية، يجب أن يكون لديك فكر تكتيكي عالي، لديك جميع الإمكانيات، جميع الظروف، جميع الاحتياجات. ومع ذلك منتخب دون المستوى، أداء دون المستوى في جميع البطولات، أداء دون المستوى، رغم توفر كل شيء، لكن أداء دون المستوى.